الملكيه المغربيه بالداخله، اللي هي تتبع النموذج الجديد ديال الوكالات ديال الخطوط الملكيه المغربيه كما دارت في بعض المدن المغرب. والداخله هي بالنسبه للخطوط الملكيه المغربيه مدينه مهمه، والدليل على ذلك هو الازدياد اللي تيكون في الرحلات اتجاه الداخله، حيث تزادت واحد الرحلات، دزنا من 7 دخلات من الدار البيضاء الى الداخله، دزنا ل 8 ديال الرحلات، وغيتزادوا مازال 2 اخرين في شهر شتنبر باش نمروا ل 10 الرحلات اسبوعيا من الدار البيضاء الى الداخله، زياده على 8 اخرى من اكادير ومن لاي. المهم ان الزبون اللي يجي الوكاله ديالو احسن الترفيهات، وكاله باعلاميات عصريه، بمحل يعني يكون موديل المينو، ويكون فيه توفر جميع ادوات الراحه باش يقوم بشراء التذكره ديالو او تغيير التذكره ديالو في احسن الطرق. السؤال على حساب انتظار الرحلات. يعني راه تزادوا سؤال على عدد يعني زبناء في الرحلات اللي تكون بعد الاكتظاظ، وهذا علاش كما قلنا تزادوا الرحلات من 7 إلى 8 وقريبا إلى 10 الرحلات ما بين الدار البيضاء والداخله، لنتمكن من نقل أكثر عدد من المسافرين اللي يمكنهم. يستقى من موقع داخله 24 يعني بخصوص الاثمنه، بزاف ديال الناس كيتشكاو ان الاثمنه غاليه واحد شويه، واش كاين شي استراتيجيه باش الاثمنه تولي في المتناول ديال الجميع؟ هذه الأثمنة هي أثمنة يعني موحدة، وهي أثمنة يعني كانت واحد لا كونفونسيون بين الخطوط الملكية المغربية والجهة ديال، بما أن هذه لا كونفونسيون هي اللي مكنات باش يكونوا هذه الأثمنة بالعكس ناقصين على ما هو يكون الثمن الحقيقي ديالها إلا جينا نطبقوا يعني الوسائل ديال الحسب على حسب ليكو ونشوفوا شحال غادي دير. بالعكس كانت الاثمنه ناقصه على ما هو